نغبش قلبي شاروخان. يسرا ترد على غزل شاروخان عفريتي بالعربي. الصراحة ما كنتش متوقعة خالص. نغبش قلبي شاروخان. بالشكل ده وصفت لنا يسرا شعورها لما تغزل فيها شاروخان قدام كل الحضور خلال تكريمه على المسرح، الموضوع اللي بقى هايلايت حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي. And the beautiful and the elegant Miss Yusra, who's a legend from Egypt. Who I have to ask for a hug later. بص هقول لك حاجة، أنا في تكريمين أثروا فيا قوي 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 واعتبرتهم تكريمات عالمية. تكريمي في مراكش من سنين فاتت كنت بتكرم مع ألان دولون وسير ريدلي سكوت، وتكريمي النهارده في الحالة العالمية اللي كنا فيها بين الباقة الكبير اللي كانوا موجودين من جميع أنحاء العالم وشاروخان واللي قالوا عليا برضو. الصراحة ما كنتش متوقعة خالص بس فرحت بيه. I was emotional في لحظة كده، اتلخبطت وما كنتش عارفة أقول إيه. فاكتفت إنها تقول له كده. I'm waiting for my hug, شاروخان. ها؟ Don't forget that. وهابي مومنتس كتير عاشتها يسرا في المهرجان ده، زي لما شفناها في حفلة إليسا بتغني وترقص. إليسا صاحبتي جدا، ففرحت قوي إن أنا شفتها وقلت ههيص لها علشان هي بتحب تبقى وهي كانت مبسوطه فيك كتير قوي قوي قوي. لا هي ما اخدتش بالها، اخدتها قلت لها بصي هاخدك عند حد. ولما شافت اندي جارسيا ما صدقتش. هو لما كنت بقول له انت انت اللي رتبت طبعا قلت له انت لاجند كبير عندنا، فهو افتكرني يعني ان انا بجامله، يعني بقول له اي كلام وبتاع مش عارفه ايه. قلت الراجل مش مصدقني، طبعا هخليه يصدقني دلوقتي. واخدتي له اليسا. رحت واخده له اليسا، فلما قالت له انت عملت فيلم كذا وانت بنحبك قد كده خض فجأة. قال لي انت يو فريمني، قلت له يس انت ما صدقتنيش. بس كالعادة اللحظات الحلوة دي واجهت بعض الانتقادات بعد ما انتشرت فيديوهات ليها من الحفل ده. حبيبي انت عمرك ما هترضي كل الناس. السوشيال ميديا النهارده ما بشوفهاش ابدا غير انها بتعمل كاركتر اساسينيشن لايا كان. ليه ما بتطلعي بتردي هم ليه اطلع ارد على مين دول؟ ليه عايزني انا انزل المستوى ده؟ بترد يعني ليه بتقول لي انا ارد عليهم؟ الزمن بيرد عليهم، الوقت بيرد عليهم. حتى لو ازعجني ما بسمحش ان هو ياثر فيا. فشكلها يسرا بقت متعودة على النوع ده من الهجوم. أنا قالوا عليا كتير جدا مثلا في موت هشام أخو جوزي، وقالوا إن أنا وجوزي اتطلقنا، وقالوا وعادوا زي ما هم عايزين وألفوا قصص وروايات. تفتكر ده ممكن أقلل من نفسي عشان أرد عليهم؟ هم عايزين لايكات ويخش لهم فلوس. وبما إن يسرا اتكلمت عن رحيل هشام سليم، كان لازم أحمد يطمن على عائلة الراحل. كيف نفسيتكم بالبيت؟ زوجك كيف؟ احنا بنبكي دلوقتي، رقصنا، ضحكنا، اتكلمنا، اشتغلنا، قعدنا في البيت، احنا بنبكي لحد دلوقتي. هشام يتحزن عليه ويتبكي عليه. هيقولوا لي بترقصي ليه؟ هيقولوا لي بتعملي ليه؟ علشان لو كنت اقدر اموت ورا كل حد كان زماني مت ورا امي. ومن الاشخاص اللي فقدهم الجمهور العربي من ايام الصحفي مفيد فوزي، واللي كانت بتربطه علاقات صداقه مع كل النجوم ومنهم يسرا. احكي لنا عن ذكرى بينك وبين. ذكريات استاذ مفيد من احسن الناس ومن ارقى الناس اللي كان ممكن تتعامل معاهم. انا بس بعزي بنوته حنان، هي صحفيه ومهمه جدا برضو، بعزيها لان انا عارفه قد ايه مفيد مهم في حياتها. البقاء لله. احنا كمان فقدنا قامه عظيمه جدا في الصحافه، في البقاء لله. وانا اسفه ان انا ما كنتش في مصر، ان انا هنا في جده وما كنتش جنبك يا حنان. وبعيدا عن حياه يسرا الشخصيه، كان لازم نتكلم دلوقتي عن حياتها المهنيه، خصوصا مسلسل روز وليلى واللي هيجمعها بنيلي كريم. رجعتي للكوميديا ورجعنا نشوف ترسم البسمة على وجوه الناس. روز وليلى ميزته ان هو مخرج انجليزي، كاتب انجليزي، في معانا فنانين من السعوديه، في شباب جم اتمرنوا معانا من السعوديه،
في من امريكا، في من لبنان، في من كل حته، ومن مصر طبعا. شو حيكون دورك؟ حيكون في كتير كلاش انا بينك وبين انا نيلي؟ ونيلي انفستيجيتورز، بس مش هقول اكتر من كده. يا خراب. أما في رمضان 2023 فهتكون حاضرة بقوة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل حمد لله على السلامة. قالوا انه مسلسلك الحمد لله على السلامه انه حيتوقف وما حتكمليه. لا لا الحمد لله، لا ما كل سنه بيطلع اشاعات كمان يعني، ما من ضمن برضه الاشاعات. بس حيكون برمضان. الله كريم ان شاء الله، انزل على طول اصوره باذن الله. طيب اعطينا تفاصيل عن دورك. ابدا، ليه؟ بس عندي شباب كتير معايا. عندي برضو شيماء سيف معايا، مخرج عمرو صلاح، مخرج جميل وشاب جديد، وعندي الكاتب محمد ذو الفقار. بس شيماء سيف معك، يعني المسلسل كوميدي رح يكون. اكيد اكيد. هيك شوي حصري لقيتيه بالعربي. هقول لك ليه كوميدي، او انا بختار الكوميدي ليه. العالم بقى كله اخبار وحشه، محتاج تضحك، محتاج تفرفق، محتاج تنسى.